السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة سعيدة وجميلة عليكم كلكم. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم بسكوت كريسماس بأشكال كتير جدا ومتنوعة وبأفكار جميلة. زي ما انتم ما شايفين شكله شيك جدا، وهقفله هديه يعني لحبايبي كلهم في كراتين هدايا كده، في بوكس هدايا. ودي كور الهوت شوكليت اللي قلب الدنيا وطلع ترند، عملتها برضو وهنزلها معاكم الحلقة الجاية ان شاء الله. بس النهارده هعمل معاكم البسكوت الجميل دوت، عشان انا حطيته كله في صندوق واحد ووزعته لقرايبي واصحابي. يلا نبدأ مع بعض، وما تنسوش يلا اشتراك في القناة ولايك للفيديو. دلوقتي انا معايا شوكولاتة خام، انا كسرتها بالشكل دوت وحطيتها على بخار مائي. هبدأ اسيحها، حطيتها شويه ميه بتغلي كده هوت في حله صغيره، وحطيت عليها الشوكولاته بتاعتي، وهنبدأ نسيحها مع بعض بالشكل ده. هي هتبدأ تسيح معانا. وبس كده خلاص، هي لمجرد ما بتبدأ تسيح انا باخدها كده على الرخامه وببدأ اقلبها. هي خلاص بتسيح، السخونيه بتسيحها تماما بالشكل دوت. ومعايا شوكولاته بيضه هسيحها بنفس الشكل، ولاحظوا ان انتوا ما تسيبوهاش كتير على النار، عشان ما تطلعش عليها بخار الميه وتخليها تخرز منكم. تمام كده. وبعدين دلوقتي بقى معايا اشكال ورق ترانسفير كتير، بابا نويل واشكال زي كده، واللي هي العصايه بتاعت بابا نويل مكتوب عليها هابي نيو يير، جميله جدا. ومعايا سنو مان وشجر كريسماس. ده ورق ترانسفير يا جماعه، بيتباع في محلات لوازم الحلويات، وكل الالوان دي قابله للاكل. بننزل عليها الشوكولاته فبتسيح عليها وبتبقى جميله جدا. ومعايا بقى بسكوت ساده، ده بسكوت شاي ساده. اي نوع بقى انت تحبيه. انا يا جماعه ممكن تعمليه طبعا البسكوت في البيت هيبقى اجمل. انا عملته معاكم بسكوت كتير جدا على القناه، اسيب لكم اللينك بتاعه، بسكوت الشاي. وعملت معاكم بسكوت بالقرفه الحلقه اللي فاتت، السنه اللي فاتت زي دلوقتي كده، بسكوت بالقرفه. وبرده عملت عليه اشكال راس السنه. واهوت الشوكولاته البيضاء والشوكولاته الغامقه سيحناها، وهبدا انزل بيها على ورق ترانسفير. وزي ما قلت دوت الوان قابله للاكل. لمجرد ما بينزل عليها الشوكولاته اللي مسيحينها بتبدا اللون دوت. لمجرد ما بنحطه في التلاجة او بنسيبه، يعني الجو برد كده سيبيه بره شويه، خلاص اللون بيطبع عليه على الشوكولاتايه، وبتبقى بتاخد نفس الرسمه اللي موجوده على الورق دوت، على ورق ترانسفير. زي ما انتم ما شايفين التعامل معاه سهل جدا جدا، هو غير مكلف ومش غالي خالص، ومتوفر دلوقتي في كل محلات لوازم الحلويات. بتبداي توزعيه بالراحه كده، مش هياخد منك وقت تماما. وكل ما يعني ما تحطي كده الشوكولاته على رسمه، بتبداي تخبطي عليها كده عشان تتساوى معاكي، عشان ما تبقاش يعني جزء طالع وجزء نازل منها، بتبقى كلها في سوا واحد. انا خلصت الشكل اللي هو دوت بتاع بابا نويل. وممكن نعمل بقى معانا اشكال كتير جدا هنعملها. معانا بقى اشكال سنو مان، واشكال العصايه ديت بتاعت بابا نويل مكتوب عليها هابي نيو يير، جميله جدا فعلا. الموضوع بسيط، انت بتكاليف بسيطه وبامكانيات بسيطه ممكن تعملي حاجه جميله جدا. الحاجات دي بتتباع بره على فكره غاليه، انت ممكن بتعمليها في البيت ما بتكلفكيش حاجه خالص. انا طبعا كل شكل بخلصه بدخله التلاجة وببدا اعمل الشكل اللي بعده. احنا الجو برد، يعني لو سبته بره التلاجة مفيش اي مشكله، بس انا بدخله التلاجة عشان نخلص الفيديو بسرعه معاكم. وعشان زي ما قلت انا عاملاه هدايا لاصحابي ويعني والمعارفي والقرايبي وكده، فكنت عايزه اخلصه بسرعه عشان الحق اعمل بوكس الهدايا ليهم كلهم، والحق انزل اديهولهم يعني. المهم انا هي شجره الكريسماس كمان عملتها بالشوكولاته البيضاء بالوايت شوكليت، جميله جدا جدا فعلا. هي افكار جديد فنني فيها، وخلي الاطفال يقفوا معاكي وانتي بتعمليها، بجد هيفرحوا جدا. وحاجة هدايا بقى جميلة لما تدي منها هدايا كده لأصحابك كده ولا لمعارفك، بجد حاجة بتشرفك، مبقاش حد مصدق ان انت عاملاها في البيت، بتبقى تحفة فعلا. هنبدأ بقى معانا بسكوت، بحط عليه طبقة بسيطة كده من الشوكولاتة، ممكن تغلفي البسكوتة كلها لو حابة. بس هي كده كده احنا هنلزق عليها شوكولاتة اصلا، فقلت مش مستاهلة يعني اغلف البسكوتة كلها، لان انا كمان كنت عاملة كمية كبيرة جدا كنت عايزة اخلص. انا عملت صراحة كميات كبيرة جدا جدا، وان شاء الله والفيديو القادم هيبقى كور الهوت شوكليت، يا ريت تنتظروه معانا. اهوت زي ما انتم شايفين بحط طبقة بسيطة كده من الشوكولاتة على البسكوتة، وبلزق بيها الشكل الترانسفير اللي احنا عملناه. شايفين الشكل ده برضو جميل قوي، بس ما كانش عندي بسكوت مدور، حطيته على بسكوتة مربعة او مستطيلة عادية خالص.
بالشكل ده. جميلة برضو، جميلة جدا. والوشوش اللي بتضحك دي هي كان عندي من ده ورق ترانسفير كتير، بس قلت يعني برضو انا بما اني عاملة كميات لما احطه كده مع البسكوت برضو هيبقى شكله لطيف. الاطفال بيحبوا الاشكال دي جدا على فكرة. تمام كده. انا عايزة برضو اوريكم انا زينت كده ازاي الهابي نيو يير ديت كده بال معايا سبرينكل كده اهوت ملون، لونه لقيته لونه يعني اخضر مع احمر كده، بيمشي جدا مع راس السنه، مع الوان راس السنه الجميله. الاطراف بقى هابي نيو يير دي كده كانت صغيره شويه على البسكوته، فالجناب طبعا بدل ما اسيبها فاضيه حطيت عليها سبرينكل من الجنبين، لقيتها ادت منظر حلو قوي. انا مكنتش متوقعه كده، هي الافكار بجد بتجيلي وانا شغاله فعلا. شايفين؟ ولو معاكي اطفال هيبدعوا اكتر. تحفه بجد. انا دلوقتي خلصت الكميه كلها، وشجره الكريسماس رزقتها كده على بسكوته برضو بشوكولاته بيضه، وبابا نويل حطيته على البسكوت دوت، شكله تحفه بجد فعلا جميل جدا جدا. يلا بقى دلوقتي بقى نبدا نغلفه ونقول هنغلفه ازاي. ودي هابي نيو يير اللي محطتش عليها السبرينكل، طبعا لو مش عندك السبرينكل مش ضروري خالص. دلوقتي انا معايا الاكياس الصغيره ديت، دي يعني متوفره جدا في محلات التغليف ورخيصه مش غاليه، بس انتي بتغلفي فيها بسكوته بسكوته كده اهيت. شايفينها؟ يعني هي مقاس البسكوته، مقاس انا اللي عندي مقاسها اكبر من البسكوته شويه، بس ما فيش اي مشكله اهي. وبيبقى ليها مكان كده بيتلزق منه الكيس بتاعها اهي، بتشيل اللزق دوت، الكيس بيتقفل معاكي. بجد الكوكيز ده او البسكوت دوت بيتباع في محلات الحلويات غالي قوي قوي فعلا. وبصوا هو مكلفناش اي حاجه، يعني تكاليف بسيطه جدا. هابي نيو يير دي بقى بصوا حطيتها برضو وغلفتها على طول. شايفين الطريقه الشيك؟ طريقه شيك جدا ومش مكلفه خالص. تمام كده. انا دلوقتي بقى هعمل الكميه كلها واوريها لكم. انا عملت الكميه كلها وحطيتها في بوكس جميل زي كده، عملت طبعا من البوكس ده كتير جدا. والكور حطيت معاهم كور هوت شوكليت انا كنت كلمتكم عليها اللي هنزلها الحلقه الجايه. شايفين الهابي نيو يير جميله جدا. يلا كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. وما تنسوش يلا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس. وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.